Aziz or the Kurds in Syria, it does not, they don't count them as a citizen or a Syrian citizen, or count as a second-class citizen, or sometimes they don't even issue an identity to show who they are. So Aziz, in general now, he is living as stateless, so he doesn't have a Syrian identity, he doesn't have any Swiss identity, he have no identity. So his issue is really considered to be addressed, like the Kurds in Iraq, when Saddam has banned them to have their own identity or to have Arab identity, and they decided not to have their identity because they want to keep their own identity. I will give the floor to Aziz to address the issue of the Kurds in Syria. Aziz Kalo, he is from Salam. Salam Organ for Human Rights. Thank you. Engineer. شكرا سيد الرئيس. في بداية أود أن أشكر ممثل مؤسسة الحكيم الدولية الدكتور أمير هشام والأستاذ حسن هورمي رئيس مؤسسة الإيسيدية في هولندا لدعوتهم لنا للمشاركة في هذه المدة. أنا اسمي عزيز كال، ممثل عن منظمة السلام وحقوق الإنسان في جنيف. أيها السيدات أيها السادة، إن مفردة الأقلية غدت في زمن الحكومات الشمولية في منطقة الشرق الأوسط، مرتبطة بالاضطهاد السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي. فبدلا من تنمية التنوع الثقافي في المنطقة والاستفادة القصوى من إمكانات جميع المكونات العرقية والمذهبية ووضعها في مساراتها الصحيحة لخدمة المجتمع وتطويره، يسعى الكل لطمس ثقافة الآخر المختلف بحجة الأغلبية العددية. بناء عليه تمت عمليات التعريب والتفريز والتدريج وما تزال مستمرة. إن العقيدة السياسية لمجمل الدول في الشرق الأوسط تقوم على مبدأ الرجوع على الأقليات، سوف تتبعك لا محال، أو امنح الأقليات شعور بالموت والإبادة، سوف يرضون بالمرض أو الجهل، وندرك مع امتنان شديد. بهذه العقلية تعاملت حكومات سوريا والعراق وإيران وتركيا مع الشعب الكردي ومع المسيحيين الكلدان والسريان والآشوريين واليزيديين وغيرها من الأقليات الأصيلة. لم يشأ أحد قط على استخدام شكل آخر من التعامل مع الأقليات في المنطقة. ما يحدث في النفس إن أولئك الذين يناضلون من أجل حريتهم واستعادة كرامتهم الإنسانية من الطغاة يتحولون بين عشية وضحاها إلى طغاة جدد، وينكرون على الآخرين حقوقهم في العيش الكريم وحياة حرة. نحن في منظمة السلام وحقوق الإنسان سنبقى ذلك الصوت الذي يفضح الاضطهاد السياسي والديني والعرقي، يسعى لنشر المحبة والوئام بين شعوب المنطقة على أرضية المساواة في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الجنس واللون والانتماء السياسي والعرقي الديني. ولكن هذا الأمر ليس بأمر يسير، بل بحاجة من جهود جميع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية، ولا سيما بحاجة إلى المنظمات الدولية، ولا سيما بحاجة إلى دعم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. شكرا لحسن استماعكم ودمتم. I'm delighted with this quickest intervention, which is good to keep up on time, won't be a long time.